جنينة ودخلت معاه، اكل التفاحة واكلت معاه. دخل الجنينة ودخلت معاه، اكل التفاحة واكلت معاه. حب جميل قوي قوي وكعبه كعبه حبيبي وبلعبه وكعبه كعبه حبيبي وانا وواحدة واحدة تمشينا، جبنا حمام وتعشينا. وواحدة واحدة تمشينا، جبنا حمام وتعشينا. في البيت لعبنا الكوتشينة وكعبه وشيكو حبيب قلبي يا شيكو حبيبي حبيبي وانا وكعبه احسنت يا عمهم يا عمهم يا برنسهم يا عم يا قائد. صباح الفل. احسنت يا برنس التكاتك كلها. تسلم نشيب. والله العظيم يا ناصر بجد انا مبسوط قوي. انا اول ما قالوا لي ان انت جاي قلت لهم يا جماعه ازاي كان عنده اسكندريه النهارده. حبيبي انا قاعد سفر دلوقتي والله. الله بس أكبر انا عليك عرفت ان انت بتقدم البرنامج والله جيت يعني. هو ده العيش والملح يا صاحبي، هو ده العيش والملح والرجوله والاخويه. صباح الفل يا حبيبي، ما اقدرش اتاخر عنك يا حبيبي يا نصور والله العظيم انا مبسوط قوي. يا لهوي. كلمنا ناصر بقى عن افلامك اللي جايه والدنيا بتاعتك داخل انت التمثيل. ان شاء الله هنعمل ان شاء الله في كلام على فيلم كده قريب ان شاء الله مع السوكي ان شاء الله حبيبي. وباذن واحد احد كده بنحضر فيلم كده على الموسم اللي جاي برضه ان شاء الله، برضه من انتاج السوكي، بس هيبقى فيلم كده يعني استعراضي. وان شاء الله يبقى في اعمال ثانيه نصور ان شاء الله غنوه جديده اسمها على راس السنه، هتفرج عليها غنوه جامده جدا جدا تصور بكره ان شاء الله. وصلت لراس السنه بدل الكعب. خليك فوق يا راجل. انا مش عارف حضرتك متضايق من الكعب. خليك فوق. لا انا متضايق من اللي انت بتقوله مش. طب حضرتك متضايق؟ انت متضايك؟ انت فرد حضرتك، انت الناس دي كلها حضرتك اللي سمعت الغنوه ديت، الناس المنتجين كلهم بيكلموني عشان الغنوه دي. اسمك ايه؟ والله حضرتك انا اسمي ناصر زياد على فكره يعني. على فكره حضرتك انت ما بتسمعش الاسم ده، مخرج عظيم اسمه ناصر زيدان، ده اعرفه والناس كلها تعرفه. انما ناصر زي ايه؟ ناصر ايه؟ ناصر زياد والشهره ناصر كعبه. يعني في كل حته ناصر كعبه. عايزين ناصر كعبه النهارده يا جماعه في الفرح. يلا عقبال ما تترقى وتبقى ناصر قفاه يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. يلا. امال ايه؟ ده ايه الهطل ده؟ ايه الهطل ده اللي انت بعد اذن حضرتك انا ممكن اسيب الحلقه؟ مش عارف ناصر ده. انت اللي عارف. انا مالي؟ انا اعرف ليه؟ انا مالي؟ ما اعرفش عني حاجه. اعرف ليه يعني. ومش عايز اعرف. ما تنقي حد يكتب لك كلام كويس وحد يلحن لك وكده. وده الكلام حلو يا راجل بلاش بتاع بقى. ده كلام حلو ده لحن حلمي بكر. لا يا استاذ عيب. اوعى تقول كده. اوعى. حلمي بكر استاذ كبير، اوعى حد يجيب سيرته ولا حد يتكلم عنه. ده على اللي جرى من مراسيلك وعلى ما عملش غيرها تاني. لا يا حبيبي عمل على اللي جرى وعمل كعب. اكدب عليك لورده بس ما حدش ينطق. اوعى تعيب في حد من الناس العظيمه دي. انا بقول لحضرتك عشان كعبه ده التافه ده. انا بقول لحضرتك انت يا استاذ عشان التافه ده. ليه بتقول عليه تافه؟ طب قول لي حلمي بكر. نجم قد الدنيا يا استاذ. بس بقى بقول لك حلمي بكر اللي فات بيلعبوا كعبه وعامل عليه بس يا راجل وعامل كعبه يا استاذ لو سمحت. بس اقعد ساكت. ما عمره خد دور بطوله. اقعد ساكت يا عبيط. اقعد ساكت. انتوا بتخرفوا. اوعى يا عم روحني. ليه بس يا ريس؟ لا استاذ احمد بس بعد اذن ما اقعدش انا في القعده. بعد اذن حضرتك بقول لحضرتك بعد اذن حضرتك. لا خلاص. يعني ايه لا خلاص يا خلاص عايز امشي. استاذ احمد بعد اذن حضرتك عايز امشي. نكمل الحلقه عشان مستقبلي. ولا مستقبلك ولا زفت. ما تقف جنبي يا استاذ حرام عليك يا استاذ. تعال ايه ده اضحكوا له يا جماعه والنبي ليه كده؟ يعني ينفع كده؟ يا لهوي. انت عايزني اقول له ايه؟ شطور. قول هندور. طب وقول له انا مش مستني حضرتك تقول لي شطور. انا العالم كله مش مستني حضرتك تقول له شطور. لا طبعا مش مستني. لا اللي مش مستني. امسحها فين؟ ايه؟ امسحها فين؟ اهو. هضحك تاني يا استاذ. يا استاذ خاطر اقف جنبي يا استاذ. يا استاذ اقف جنبي بعد اذنك. يا خلاص يا شيكو بقى. ليه خلاص مش هقدر انا اقعد في بتاع ده. انا عامل يجي 50 60 70 80 90 الف مصيبه. يعني ينفع برضه الناصر تحط رجل على رجل؟ يعني انا الناصر بثبت في استاذ احمد. معلش ما هو الاستاذ انتوا كلكم عليا يا جدعان. قوم يا ناصر. قوم تعال. انا عايز اقول لك حاجه بقى، نصيحه اب. اتفضل يا استاذ. اب انت صوتك حلو الله يخليك وشكلك بسم الله ما شاء الله ومستقبلك كويس. ليه ما تبقاش بتعمل فن حلو زي بتاع قنديل ورشدي وعدويه والناس الجميله دي وشيكو؟ لسه ما سمعتش شيكو، عايز اسمعه بعدين. هو هيديني سي دي من بتوعه. تمام. واخد بالك انت؟
انما انا اسف لو كنت غلطت فيك، وانت شيء كويس على فكره. وبيصعب عليا ليه بقى؟ ان الاقي الخليجيين بيركبوا واللبنانيين بيركبوا، واحنا عمالين نسخف في روحنا ونقول كلام. كعبه دي على فكره برضه عشان ما تزعلش يعني ممكن تطربني يعني عشان تبقى عارف، بس مش في كل وقت. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد، ده مقلب كان معمول فيك، والبرنامج اسمه شيكو ابن اللعيبه عامل 30 مصيبه قلبي يا ناس. يا احمد احنا كنا عاملين فيك مقلب دمه خفيف جدا، وانت نورتنا وشرفتنا الحلقه كلها بجد، واحنا مبسوطين.